يعود بذاكرته 40 عاما لصورة انطبعت في مخيلته لا ينساها أبدا. إنها صورة المصلين داخل المسجد، وهي لا تتوافق مع أعمالهم خارجه، سواء كان ذلك في أخلاقهم أو في تعاملهم مع غيرهم. كان يسأل نفسه: كيف يكون ذلك؟ ولماذا كل هذا التناقض؟ لماذا لا تعمل الصلاة عملها في تهذيب الأخلاق عند هؤلاء؟ لماذا هذا الفصل بين الدين والحياة؟ وتمر الأيام والسنون، ويكبر الطفل ليدرك أن الذي كان يتساءل آنذاك فطرته التي كانت فيه، ويتسع مداركه وقراءته للتاريخ. يقرأ صورا مشرفة ونماذج لشخصيات يمكن أن نشبههم بأنهم قرآن يدب على الأرض. الدين عندهم هو الحياة، والحياة عندهم هي الدين، لا فصل بينهما. وليعي أن التحدي الكبير هو أن نحيي هذا النموذج الذي عاشه الأولون ونحيا به. فطلب العلم عند هؤلاء عبادة، بل هي صورة من صور الجهاد في سبيل الله. كيف لا؟ وأول الوحي كلمة اقرأ، بل وأول أمر وفرض اقرأ. والعمل عند هؤلاء عبادة، كيف لا؟ والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. والمشي في حاجة غيرهم عندهم عبادة، ولأن تمشي في حاجة أخيك خير لك من أن تعتكف في مسجدي هذا، كما علمنا معلم الإنسانية. إن المرض العضال الذي أصاب هذه الأمة هو الخلل في الفهم الصحيح لمفهوم الشمولية في الإسلام، فأخذ كل واحد منهم جزءا من هذا الدين وتشبث به، مما أدى إلى تكوين نظرة قاصرة بل وخاطئة عن الدين، وإساءة في تطبيق التعاليم. فلا عجب أن رأى بعضهم في الدين عائقا لتقدمهم، بل وحملوه تبعة تخلفهم. قد نرى من يستنكر على طبيب أن يخطب الجمعة بمنطلق أن ذلك ليس من تخصصه، وأن على الطبيب أن يلزم عيادته. وما الحكمة إذن من وجود المنبر في الإسلام؟ وهل كان المسجد إلا مكانا للتعليم والتثقيف وتوعية الناس وتوجيههم للخير؟ أليس من الأحرى لكل متخصص أن يفعل دور المنبر في مجاله وتخصصه، فنثري بذلك المساجد ونجعلها جزءا من الحياة، وبذلك نعيد الحياة للمسجد ونعيد المسجد للحياة. إن الله أكرمنا بفرصة أن تكون جميع صور معاشنا عبادة له سبحانه. فعيادة المريض عبادة، وترويحك عن أخيك عبادة، وإدخال البهجة والسرور على غيرك عبادة، فتبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل معروف صدقة، ورعاية الأبناء والإحسان إليهم عبادة ليخرجوا ملكات أودعها الله إياهم. والرياضة كذلك يمكن أن تتحول بالنية لتصبح صورة من صور العبادة. وكذلك التأمل والتدبر في ملكوت السماوات والأرض والتفكر في آيات الله عبادة. وما اقتصر سجودي في صلاة فقلبي ساجد طول الحياة. نعم، هذا ما يطلبه منا الإسلام، بل هذا هو الإسلام. والله ما هزمنا إلا عندما حبسنا الإسلام في المسجد وأغلقنا عليه الأبواب. إن أهم مفهوم جاء به آخر رسل السماء هو مفهوم الشمولية في الإسلام، شموليته في تنظيم حياة الفرد والأسرة والمجتمع والأمة. إنها طريقة حياة لا فصل فيها بين الدين والحياة. إنها الربط بين التكاليف التعبدية من صلاة وصيام وقيام، والتكاليف الاجتماعية التي ترى آثارها في حياة الناس اليومية. إنها الشمولية التي جعلت الرعيل الأول يوصفون بأنهم رهبان بالليل فرسان بالنهار. إنها سجود القلب والجوارح في محراب الحياة. ليتنا نفهم معنى لا إله إلا الله، ألا يكون هناك إله إلا الله، لا إله الهوى
ولا إله المال ولا إله الجاه والسلطان، أن تكون الحياة كل الحياة لله، وكل ما فيها من قول وعمل ما هو إلا صورة من صور العبادة لله الواحد الأحد. وهذا تحقيق معنى لا إله إلا الله. القدوة واضحة، هي الصورة الكاملة الممثلة في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أعلم أننا لن نستطيع أن نصل لهذه الصورة، سيبقى الخطأ وسيبقى التقصير، ولكنني أعلم يقينا أنه واجب علينا أن نسعى.